ركز معايا جدا يا صديقي في الفيديو اللي انت شايفه ده. تقف تصور أجانب واقفين يصوروا أي مكان فيه زبالة، أي مكان يسيء للبلد. يعني مكان مش سياحي ومفيش اي مبرر لوجودهم فيه، جايين على شويه الزباله اللي حضرتك شايفهم دول يا صديقي، اللي هم ما يقولوش اي حاجه غير ان لسه عامل النظافه لسه ما عداش عليهم مش اكتر، ويعملوا كلوز على شويه الزباله دول وياخدوا الصوره من زاويه معينه يحسسوك ان الدائري كله زباله. طبعا الراجل المصري الجميل اللي صور الفيديو بوظ عليهم اللي بيعملوه. انتوا بتصوروا الزباله من زاويه معينه عشان تحسسونا ان ده كوم زباله كبير، هو بقى صورهم وهم بيصوروا الزباله من زوايا معينه علشان يثبت ان هم اجندات. طبعا احنا قلنا قبل كده ان المنظومه الامنيه مش هتكمل الا بالمواطن الواعي، وانت ما شاء الله عليك مواطن واعي وخايف على بلدك، وفعلا فسرت الموقف اللي قدامك واللي انت شايفه بعينيك، وبدات ان انت تصور علشان تثبت حاله وتوصل لنا اللي بيحصل، وان فعلا في اجندات بتنزل ترسم صور مش حقيقيه تنقلها للعالم كله. لكن انا بلوم عليك في موضوع النشر فقط. انت مواطن واعي كنت تاخد الفيديو زي ما هو كده وتبعته على غرفه الرصد اللي انشئت حديثا في وزاره الداخليه، هم يبداوا ياخدوا اجراءاتهم ويفسروا الفيديو من منظوره القانوني، ساعتها فعلا تبقى بتخدم دولتك بالشكل المظبوط وداخل الاطار القانوني. فالفيديو جميل عجبني انا شخصيا، ان خلاص يعني الحمد لله بقى عندنا الوعي اللي يخلينا نفسر المشاهد اللي زي دي ونوصل للعالم كله ان اهم الاجندات هم اللي بيجوا يرسموا صور مش حقيقيه في اماكن المفروض هم ما يكونوش واقفين فيها، بيصوروا صور من زوايا معينه وبيضخموا الامور. فحلو قوي ان احنا بقى عندنا المواطن الواعي اللي بيخاف على بلده وفعلا بياخد موقف في الاطار القانوني. بس كنت تكملوا بقى في الاطار القانوني. الفيديو انت مش ظاهر فيه هيتفسر الف تفسير ويحط صوت مختلف ويحكي قصه مختلفه وانت مش باين اصلا في الفيديو. ممكن ما تقدرش تثبت اللي انت قلته ده بشكل قانوني، لان انت اول ما صورت هم بعدوا. غير يا صديقي زمان لما كان حد بينشر حاجه سلبيه علشان الحكومه ما كانتش بتاخد رد فعل سريع وقوي، لكن دلوقتي انشأوا غرفه لمتابعه الفيديوهات السلبيه وناشري الفيديوهات السلبيه، فخلاص اصبح في استجابه. فانا لما اصور مش هستفيد حاجه لما انشر. الصح دلوقتي ان انا ابعت على الجهات المعنيه وهي خلاص بتتصرف وبتاخد اجراء يعني رادع، ويبقوا خدوا اجراء وفسروا الفيديو بشكله القانوني وخدوا اجراء ضد اللي ظهروا في الفيديو. والفيديو الاصلي بقى اللي هو بينقل صوره سلبيه مراد بها خير فايرال لسه مثلا على المنصه اللي انت نزلته عليها. فانا شايف ان ما بقاش في استفاده من النشر ادام في استجابه من الجهات المعنيه، وخلاص بقى في سرعه تنفيذ بحلول فعلا رادعه. الصوره الايجابيه اللي احنا كلنا عايزين ننقلها عن بلدنا مش هتكمل بالوانها الزاهيه غير لما نشتغل على انتقاء وتوجيه المحتوى الايجابي فقط. معاك اي فيديوهات سلبيه مصورها ورايد بيها خير، ابعت على غرفه الرصد حاليا في وزاره الداخليه، شغاله بكامل قوتها وبكامل امكانياتها.